السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم آية ابراهيم ودي قناتي آية والمطبخ. باذن الله هعمل معاكم النهارده وصفة الكشري الحلو، الترند الجديد للمحل الشهير بلبن. عايزة اقول لكم ان الوصفة حلوة جدا والطعم فوق الممتاز. يعني نقدر كده بمكونات بسيطة او مكونات قليلة نعمل عدد كبير من العلب. يعني زي ما بنقول بالبلدي كده بترمي كمية كبيرة. بإذن الله الفيديو يعجبكم. تعالوا بقى كده نشوف الطريقة، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمر. أول حاجة بقى معايا كده ربع كوباية من الرز المصري. غسلته طبعا كويس وصفيته من المية. هنزل بقى عليه كده بكوبايتين من المية، اللي هو مج الشاي العادي. هبدأ بقى كده أسيبه يغلي غلوة على نار عالية، وبعد كده أبدأ أخلي النار على الوسط لحد ما يستوي معايا. بعد بقى ما استوى معايا هحط كوبايتين من اللبن، واحط كمان كوباية من المية عشان اعوض المية اللي اتبخرت. هنزل كمان بمعلقة كبيرة من القشطة اللي هي وش اللبن. بعد بقى ما يغلوا معايا كده غلوة هبدأ انزل بكيس من الفانيليا ونص كوباية من السكر. بعد ما يغلوا هنزل دول عبارة عن 4 معالق من النشا، 4 معالق ممسوحين، عليهم فنجان من المية، وهبدأ انزل بيهم شوية بشوية وهقلب. طبعا هسيبهم بعد طبعا منزل بالنشا. هبدأ اسيبهم كده ابدأ اسيب الرز بلبن يغلي حوالي كده 4 غلوات، بحيث النشا يستوي وطعمه ما يكونش باين. هبدأ بقى اسيب كده الرز بلبن يهدى، يعني حوالي مثلا كده 5 دقايق من الحرارة بتاعته، واحضر العلب القمر دي عندي. بالنسبة بس العلب دي تقدري تجيبيها من عند اي محل بيبيع الورقيات. العلبة بتكون بجنيه واحد. هبدأ بقى أنزل كده برز بلبن، يعني حوالي كده معلقة كبيرة أو كبشة كبيرة من الرز في كل علبة. هبدأ بقى أسيبهم كده على جنب. الرز بلبن طبعا يهدى، وهجيب ربع كيلو من الكنافة كنت حطاه في الفريزر من بالليل. هبدأ بقى أقطعها بالشكل ده، يعني تكون شبه الشعرية كده، لأنهم لما جم اخترعوا يعني الكشري الحلو ده عاملين الكنافة كبديل للشعرية في الرز المصري. هبدأ بقى أنزل كده بمعلقتين من السمنة، معلقتين كبار، وهنزل بالكنافة بتاعتي. احط عليها كمان معلقة كبيرة من السكر البودرة. طب ايه فايدته؟ ان هو يخلي اللون بتاع الكنافة حلو جدا. ده غير كده طبعا هيسكر الكنافة معايا. طب ليه ما بزودش سكر يعني في الكنافة؟ يعني ممكن احط معلقة كمان، حابة ان السكر يكون معتدل، بحيث لما اجي اكون الطبقات فوق بعضها يكون السكر معتدل، ما يكونش السكر زيادة فيجزع النفس. بعد ما حمرت الشعرية عندي مسحت الصينية بمناديل مطبخ. هبدأ كمان انزل بمعلقتين من السمنة، ودول عبارة عن آم، ربع لفة من الجلاش. قطعتهم بقى بالشكل ده، وحطيت برضو عليها معلقة كبيرة من السكر البودرة. هبدأ بقى احمرها لحد ما تاخد اللون القمر ده. طب كده بقى خلاص الرز بلبن عندي كان برد تماما. هبدأ بقى انزل برضو بالشعرية بعد ما بردت، يعني معلقة ونص. اسفة، هي مش شعرية، هي كنافة طبعا. اختلط الامر يا كمان. هنا هنزل بقى بمعلقة ونص من الكنافة. دي طبعا الطبقة التالتة اللي هي الكريم شانتيه، عبارة عن كوباية الا ربع من الكريم شانتيه الخام. عليهم حطيت معلقة كبيرة من السكر البودرة، حطيت كمان كوباية من اللبن المسلق، ضربتهم طبعا كويس جدا. بالنسبة بس للطبقات ده كده أنا عندي كده 3 طبقات، اللي هو الرز بلبن
والكنافة والكريم شانتيه، دول الثلاث طبقات الأساسيين اللي لازم يتحطوا في كل علبة. بعد كده بقى الطبقات اللي بعد كده تقدري بقى تشكلي براحتك. طب معايا ايه كمان بقى؟ معايا فراولة، موز، معايا رمان، معايا كمان برتقال. طبعا تقدري طبعا تحطي الكمية والأصناف اللي انت عايزاها، ممكن مثلا صنفين من الفاكهة، صنف واحد، براحتك خالص. هبدأ بقى احط كده في العلبة دي الفراولة. انا ابني بيعشق الفراولة، فالعلبة دي طبعا لازم تكون ليه. صوص شوكولاتة اقتصادي انا عاملاه في البيت، بس عايزه اقول لكم انه طعمه فوق الممتاز. عباره عن نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من اللبن، وربع كوبايه من الزيت، كيس من الفانيليا، ربع كوبايه من الكاكاو الخام الغامق. ضربتهم طبعا في الخلاط كويس جدا، وكان عندي ازازه بقى كاتشب قديمه كده حطيتهم فيها. هبدأ بقى احط كده صوص شوكولاتة على الفراولة. طبعا زي ما احنا عارفين ان الشوكولاتة بتليق جدا مع الفراولة، فطعمها بيبقى فوق الممتاز. طبعا لو مش حابة الصوص ممكن تستبعديه خالص، بس صراحة هو طعمه ممتاز، بإذن الله هتجربوه ويعجبكم. اخر بقى طبقة معايا بقى الجلاش بقى المقرمش العسل ده بقى اللي هم عاملينه بديل البصل المقرمش في الكشري المصري. حطي كمان صوص شوكولاته وشويه كده بقى من السوداني. وزي ما قلت لكم بقى بقيه الطبقات بقى اللي هم فوق الثلاث طبقات ده بقى براحتك بقى، شكلي زي ما انت عايزه. تاني علبه عندي بقى حطي كده البرتقال. طبعا عايزه اقول لكم ان البرتقال والفراوله مع بقيه الطبقات يعني عاملين كده الطعم اللي هو الحلو والحادق، اللي هو يعني ايه، يعني الناس اللي بتحب بقى الطعم الحلو والحادق مع بعضه، او سويت اند صور، هيبقوا مبسوطين جدا جدا من الطعم ده. زي ما انتم شايفين بقى العلبة القمر اهي. تالت علبة عندي بقى هحط الموز. وبقى الناس بقى اللي بتحب الطعم اللي هو المسكر ده هيحبوا جدا جدا طعم الموز مع بقية الطبقات. نحط كمان رمان زي ما قلت لكم. لو مش حابين بقى المزازة بتاعة الرمان، وحابين مثلا الطعم يكون مسكر بس، ممكن تحطوا الموز وتستبعدوا الرمان. بصي صراحة الأطعم دي مع بعضها، يعني الموز مع الرمان بتدي كمان طعم حلو جدا جدا، وخاصة ان احنا كمان مقللين السكر في الطبقات، فالطعم كله معتدل او السكر معتدل. فبإذن الله هتبقوا يعني ايه بتاكلوا كده وانتوا مستمتعين، مش حاسين مثلا ان لا النفس جزعة مثلا، او مش حابين مثلا نكمل العلبة، لا يعني هتبقوا مستمتعين جدا جدا وانتوا دي بقى العلب القمر عندي اهي. عملت برضو كمان واحدة برضو برتقان، كمان واحدة فراولة بس من غير صوص شوكولاتة، وكمان واحدة كمان من الموز. دي بقى العلب القمر عندي اهي. عايزة اقول لكم ان الطعم حلو جدا جدا مع بقى الجلاش المقرمش كده، بتبقوا مبسوطين جدا وانتوا بتدوقوا الطعم، فعلا ده اختراع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.